jungle. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد. اليوم غادي نشارك معكم اكله هنديه، البرياني بالدجاج. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساونيش بالاشتراك، ما تنساونيش بتعليق زوينه البنات، ما تنساونيش باللايك. ندوزو على بركه الله المقادير. عندنا 4 دجاجات، وعندنا 3 زبادي، 3 ضانون مسوس، حنا هما كيقولوا زبادي، وعندنا زيت الزيتون، وعندنا البصل اللي كنقول لكم مقلي ولكن هذا شويه محمر، وعندنا قطعه ديال الزنجبيل قسمتها على 4، وعندنا هنا بهارات حب، قزبره، فلفل اسود، الهيل، ورق غار، والدرسين، قرفه. عندنا هنايا القزبره والبقدانوس، وعندنا هنايا تقريبا شي 8 الفصوص ديال الثوم، وعندنا هنايا ربطه ديال النعناع مقطعه على هذه الطريقه، وعندنا هنايا ملعقه ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال القرفه ديال الدرسين، ملعقه ديال الفلفل الاسود، عندنا ملعقه ديال البهارات البنات. كل بلاد فيها البهارات ديالها، بحالنا حنا كنقولوا لقامه ديال الحوت، لقامه ديال الدجاج، لقامه ديال اللحم، كل البهارات. ملي كتقولي البهارات يعني اللقامه ديالنا ديال الدجاج. وهنا عندنا ملعقه كبيره ديال القزبره. نبداو على بركه الله البنات. درت كاس ديال الزيت هنايا، كاس ديال زيت زيتون، ونخوي الثوم، ونخوي البهارات حب. البنات نسيت الليمون الاسود، ما قلتوش لكم 4 ليمونات اسود حيت عندي 4 دجاجات، عندي شويه دجاج كتير. شفتوا البنات؟ نخلي كلشي والزنجبيل. بعد ما كتبدا تعطي الريحه ديال التوابل صافي، بحال هكا ريحه الثوم هي كتعطي، كنبداو نحطو في الدجاج ديالنا. شوف البنات، ناخذوا البصله على هاد الطريقه بحال هكا. شوفوا البنات، نزيدوا البهارات، نزيدوا الزبادي البنات،
صافي البنات شفتوا كيتقلى. نزيدو عليه القزبره والبقدونس ونزيدو النعناع. ما نديرو لا ما لا والو، نخليوه يطيب في هذاك الصوص ديالو، في هذاك نقصو عليه النار ونخليوه يطيب ونمشيو نغسلو الرز. البنات هانتوما عندي هنايا 3 كيلو ديال الرز، لان عندي طلب 3 كيلو ديال الرز. غسلتها ونقعتها في الماء وفي شويه الملح وخليتها 10 دقائق. انا زدت عليها، درت شويه الزيت ودرت شويه الهيل، 5 حبات الهيل، 5 الحبات ديال المسمار وجوج ديال الدارسين، وغنزيد ملعقه ديال القزبره مطحون ونردو يتسلق. البنات بعد ما تسلق الروز ديالنا هزينا الدجاج ونحطو الروز ديالنا. خلو الروز ديالنا، شتي البنات خلو بهذه الطريقه هذه. الله ينجينا ونجيكم من النار. شتبقى البركه البنات، ما خليت حتى حبه. البنات ندير واحد شويه اللون باش يعطي منظر شويه باش ما يجيش بيض، ونخويو الدجاج ديالنا من الفوق باش يكمل الاستواء ديالو، باش يكمل يطيب هكا. شفتوا البنات البنات ونخويو الفلفل الحار، شفتوا الفلفل الاحمر ونقزرو، نقصوا عليه النار ونخليوه يطيب تقريبا واحد نص ساعه، نعطيوه ديال الطياب. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكشري ديالنا. شفتوه كيجي بهذه الطريقه. زينته بشويه المكسرات ودرت ليه الصوص درت فيها زبادي، ثوم، قزبره، نعناع، شويه الليمون، شويه الفلفل الاسود، شويه الملح. هذا الصوص ديالنا. وزينته بشويه البصل المقمر. البنات عفوا جيت نقول لكم البرياني، قلت لكم الكشري. وهذه الحافظه الثانيه شفتوها. وبالصحه والراحه البنات، والى الفيديو القادم ان شاء الله.